أهلين. اليوم وصفتنا تنفع حق رمضان، وصفة جدا لذيذة وسهلة وبسيطة اللي هي جيمات. راح أسوي معاكم جيمات مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل. مكونات جدا بسيطة: ملعقتين زيت، ملعقتين سكر، ملعقة صغيرة من النشا، ملعقتين كبيرة من الكاستر، رشة ملح، ملعقة صغيرة من الخميرة، الحليب على حسب القوام. راح اضيف بالتدريج، اهم شيء يكون دافئ عندنا. انا خذيت عموما مبدئيا كوب ونص، وهنا كوبين دقيق نخلتهم زين. هذه اهم شيء انك تنخلوهم زين. راح اضيف حاليا هنا كل المكونات الجافة سوا واقلبهم، بعدين راح اضيف السوائل. ثم قلت لكم بضيف المواد الجافة كلها. هنا الدقيق كامل، الخميرة، النشا، الكاستر. ممكن تستغنون عن النشا وتاخذون بس الكاستر، لكن انا اضفت من النشا والكاستر، احب انها تكون مره مقرمشه. وهنا سكر ورشه الملح. حاليا بضيف السوائل: الزيت، وكوب حليب. اول شيء اخلطهم بالعجانة، بعدها بشوف القوام اذا تحتاج زيادة او لا. شايفين القوام؟ هذا هو القوام المطلوب. خلاص اتركها لين تتخمر، اغطيها واخمرها تقريبا نص ساعة من نص ساعة الى ساعة تقريبا. قالب اللي هو حق الجيمات، انت من الداخل وهذه المنطقة وهذا الشكل. راح اضيف حاليا الجيمات من هنا اللي هو الخليط. هذا هو الخليط بعد ما خلاص طلعت الهواء من الخليط تماما. نجربها. شايفين ما شاء الله تبارك الله. حاليا نقصر النار عليها، نحركها بشكل مستمر. ضروري تقصروا النار عليها على أقل شيء. نجلس نقلبها بهذا الشكل عشان تطلع كل الألوان عندي، حبات كلها بلون واحد. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، كل حبة بحبتها. كل ما كثرتوا تقليب وخذت وقت أكثر، كل ما كانت مقرمشة أكثر.
اسمه صوت القرمشة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. كذا القيمات جهزت معي، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه فتحتها، شوفوا كيف هشة من الداخل، مرة مقرمشة من الخارج، مرة حبيت. وبالعافية علينا وعلى كل من راح يجربها.